في مواجهة يوم الأحد الجاي ما بين مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي ضد محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي. مواجهة لطيفة لكن ما اعتقدش ان حد ممكن يتفرج عليه، مش عشان الشعبية ولا عشان اي حاجة لا سمح الله، لا 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 خالص. الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع ان الاتنين لعيبه احتمال كبير جدا يكونوا موجودين على دكه البدلاء. الفرقتين بيحتلوا المركز التاسع والعاشر، يعني احتمال الماتش يبقى ند ويبقى فيه منافسه تقريبا. تعالى بقى لظروف لعيبتنا اللي تقريبا شبه بعض في فرقتهم، لكن مع شويه اختلافات بسيطه كده، وكل مدرب ليه راي في اللعيب بتاعه. يعني مثلا المدرب بتاع مصطفى محمد قال انه ما بقاش حاسم زي الاول، وتفكيره بقى بعيد جدا بعد العرضين اللي حصل عليهم في الصيف، واحد من ليستر سيتي والتاني من ليجانيس، والعرضين اترفضوا بسبب المقابل المادي. ومن ساعتها مصطفى محمد مش شايف قدامه وبقى دكه على طول. ورغم ان المدرب ده مقتنع بامكانيات مصطفى وكان هيزعل لو كان مصطفى مشي، الا انه اكد 100% ان مصطفى هو اللي مقصر. تعالى بقى لمحمد عبد المنعم اللي الوضع بالنسبه له غامض جدا، ورغم ان المدرب بيطلع على طول يدافع عنه، الا ان محمد عبد المنعم لما لعب اساسي بيسحبه بدري جدا من الملعب، وبعدها يطلع يبرر لمحمد عبد المنعم على انه هو لسه جديد في البلد ومش متاقلم مع طريقه اللعب ولا حتى اللغه، وده امر طبيعي، وانه واثق في محمد عبد المنعم كونه افضل مدافع في افريقيا حاليا. من النقطه دي بقى هنرجع نتكلم في حاجه مهمه جدا، ان احنا هنا في مصر محتاجين نغير حاجات كتير جدا في تاسيس اللاعب الصغير عشان لما ياخد فرصته بره يقدر يتعايش وينجح. وده اللي مفرح الناس بانتقال عمر سيد معوض الى ريال بيتيس في الدوري الاسباني، والكلام ده بسن صغير جدا. والمهم ان اللي يطلع يكون عنده الدافع ان هو يكمل ويستمر عشان يقدر يعمل مسيره ناجحه زي مسيره صلاح او مرموش وغيرهم من اللعيبه المصريه، او حتى اي لعيب محترف يتنقل من ثقافه لثقافه ثانيه خالص. لازم التعايش والتأقلم.